السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن ملوخية تحفة بتركاية كده بسيطة وسهلة، هي اللي بتخليها في حتة تانية. نعمل الأول الشوربة بتاعتنا التحفة على الفراخ البلدي اللي هنعمل منها أحلى ملوخية. أنا معايا حلة حاطة فيها نص معلقة سمنة، شوحت فيها الفرخة بتاعتنا ونزلت بورق لورا وحبهان وطماطم وجزر وبصل، اديتهم تشويحة حلوة وبعد كده نزلت بالمية. تمام، بس كده. وطبعا شوية الملح بتوعنا، وهنسيب الفرخة بتاعتنا تستوي عشان نعمل أحلى شوربة هنعمل عليها ملوخية. تعالوا شوفوا بقى الملوخية. أنا حطيت حتة سمنة، دي سمنة بلدي يا جماعة، مع معلقة زيت، وهنزل بمعلقة توم، يعني في حدود 5-6 فصوص توم. اللي ما اشتركش يا جماعة في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس ولايك بقى عشان يوصل لكم كل جديد. انا شوحت التومة ونزلت بكزبرة ناشفة اديها تشويحة، وانزل بشوربة الفراخ البلدي بتاعتنا التحفة. ودي ملوخية انا اللي مفرزاها في البيت، نزلت بيها على الشوربة اللي انا مشوحة لها التومة بالكزبرة، وده السمك بتاعها زي ما انتوا شايفين، ما بتبقاش خفيفة طبعا، هتدي غلوة كده بسيطة. اشيل الريم من على الوش بتاع الملوخية واعمل طشة تانية اللي هنزل بيها عالطاجن، توم برضو وكزبرة. ده الطاجن بتاعنا، ودي الملوخية بتاعتنا ما شاء الله. اجيب الطشة التانية بتاعتنا بقى، الريحة تجنن، انزل بيها في الطاجن. الريحة ما اقولكوش، روعة تجنن. وده كان طاجن الملوخية بتاعنا، مفيش اسهل من كده. ودي كانت احلى طريقة لتسوية الفراخ البلدي، ان انت تديها تشويحة بحتة سمنة بلدي مع الخضار وبعد كده تضيفي المية بتاعتها. صلوا على النبي، ويا رب يكون الطريقة جميلة وعجبتكم، والسلام عليكم.